العيد قريب وضروري خصني نشارك معكم هذا الدجاج اللي بزاف منكم شافوه عندي في ستوري وطلبوا مني الطريقه والتوابل اللي استعملت فيه. غير انضموا للصفحه وتبعوا الفيديو حتى الاخير، غادي يجيكم زوين هذا الدجاج ولذيذ. واللي ضاقوا عندكم ضروري غادي يبغي المقادير. اول حاجه عندي هنايا 3 ديال الدجاجات مغسولين كما العاده، كنقسمهم من الصدر من الوسط وكنقيهم وكنخليهم ينشفوا مزيان. نتوما تبارك الله عليكم راه كلكم كتعرفوا تنقيو الدجاج وتعرفوا تغسلوه مزيان بالحامض وبالتوابل ديالو. المهم هنا عندي الدجاج مغسول مقاد، كنجيبو كنقسمو على جوج وكنخليه حتى كينشف مزيان. واحد القصريه كندير كل دجاجه بتومه ديالها، 3 ديال الفرع ديال الثومه كنحكهم في حكاكه رقيقه، وكنزيد عليهم معلقه كبيره ديال سكنجبير لكل دجاجه، ومعلقه كبيره ديال الخرقوم، ونص معلقه ديال البصل. هنا ضفت القزبر كارم يابس حتى هو مطحون، حتى هو كنزيدو عيني ميزان لانه حتى هو كيلذذ. وما تنساوش العطريه ديال المشاوي اللي ضروري منها في هذا الدجاج هذا، هي اللي كتعطيه المذاق ديال الشوا. وهنا العطريه ديال الدجاج حتى هي كندير العطريه العاديه. التوابل غتلقاوهم عند العطاره تبارك الله، راه كيوجدوا كل شيء. وزعفران الحر الضويمه والزعفران الحر، وما تنساوش الهريسه راه كتعطي واحد المذاق زوين، ومعلقه ديال الموطارد وعصير ديال بالنسبه لياغورت نصوص تقدروا تستغناو عليه. انا هنا درت غير نص حك ديال الياغورت نصوص، خلطتهم مزيان. كنخلط الشرموله ديالي مزيان حتى كتعطيني واحد القوام اللي خاطر بحال كيما هكايا. وكنجيب الدجاج ديالي وحده وحده كنشرملهم مزيان في الشرموله، وكنخليهم مرقدين من ساعه حتى لساعتين. اعطيوهم الوقت، غير ما تبيتوهمش لان الدجاج الا بيتوه راه كيطلق الدم، هذا هو علاش قلت لكم ما تبيتوش. وكنجيب واحد اللاطه كنفرش فيها الكاغط ديال الزبده وكنرش عليه شويه ديال الزيت، وكنبدا نحط في الدجاج ديالي وحده وحده. هي هذه الطريقه ديالو ساهله. جوج دجاجات وكنتقبهم مزيان باش تدخل لهم الطياب ويدخل لهم العطريه، وكنرش عليهم عاوتاني واحد شويه ديال الزيت من الفوق، شويه ديال الزعتر الا كنتو باغيين المذاق ديال الزعتر. صافي هذا هو الدجاج ديالي. وكنزيد واحد شويه ديال الزبده الا كانت متوفره. هنا كل دجاجه هنا درت جوج، والدجاجه الاخرى درتها بوحدها باش طيب كل وحده بوحدها. وكنغطيه اولا بالورق ديال الزبده، من بعد بالورق ديال الالومنيوم، وهكا الطريقه ديالو كيدخل الفران وكيطيب، كيجي رائع وكيجي لذيذ. صدقوني واحد الريحه كتكون في الدار، راه ما تصوروش الريحه كيفاش دايره. غير تهلاو في التوابل مزيان وعطيوه الحق ديالو في الطياب. بالنسبه للفران راه كنشعل انايا من التحت حتى كيطيب الدجاج من التحت، من بعد عاد كنشعل عليه الفوق والتحت باش يكمل الطياب ديالو ويتحمر ليا. كنعريه باش يتحمر، وهكا كنستفو في واحد اللاطه اللي فيها الخص. نتوما لكم الاختيار على حسب، الا بغيتو ترافقوه بالمقبلات كما هكا. انا هنا طيبت الشرموله بوحدها، غير الكبده وداك الشيء مع البصله والتوابل، نفس التوابل اللي استعملت في الدجاج. صافي كيجي الطبق رائع واكثر من رائع. غير جربوه وجاوبوني في التعاليق، نتمنى يعجبكم، وانضموا في الصفحه باش يوصلكم دائما الجديد. والى فيديو